اهلا بيكم، معاكم اسلام خالد والكلام عليا. النهارده الامتحان حلو بسم الله ما شاء الله، يعني علينا والحمد لله. المنهج ما كانتش قوي من المنهج على قد الدين، كان جاي من المنهج قوي، لكن التربيه الوطنيه لا. النهارده هنتكلم عن الثانويه العامه ومواعيد الامتحانات بتاعتها. زي ما انتم شايفين في الجدول، مواعيد امتحانات علم رياضه وعلم علوم وامتحانات ادب. نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. الثانويه العامه للاسف الثانويه العامه كانت البعبع بالنسبه للشباب، اللي اول ما بيخلص الابتدائيه والاعداديه وبيخش في الثانويه بيقلق وبيخاف من حاجه اسمها الثانويه العامه. شفتني الثانويه العامه دي زمان كانت عامله لنا رعب، وما زال اي حد دلوقتي بيسمع ان ليه قريب او حبيب او اي حد داخل على الثانويه العامه يقعد يدعي له ويقرا له قران ويرقيه ويدعي له ربنا يهديه ويوفقه ويدعي له كل الدعوه الحلوه عشان يعدي من السنه دي. اللهم انصرنا، امين. اللهم قوي من عزيمتنا، امين. للاسف السنه بتاعت الثانويه العامه دي عدت علينا، كانت سنه صعبه وعدينا منها الحمد لله على خير. وبدأ طبعا لاخواتنا ان هم يعدوا من السنه دي على خير، وحابب اقول لهم كده كام نصيحه عشان ما يتضايقوش او يقلقوا، التوتر اللي عندهم ده يخف شويه. صح انا كده، انا مش كده يا فاطمه. اول حاجه طبعا انت مطلوب انك بس تعمل اللي عليك وتركز شويه، تمام، عشان توصل لاهدافك. بس ده مش كلام انا، ده كلام كل الناس وكلام الاهالي برضه، دايما بيقولوا لنا ركزوا واعملوا اللي عليكم وان شاء الله ربنا هيديكوا على قد تعب. كل الكلام ده حصل معانا. بس دلوقتي الدنيا اتغيرت، الدراسات اتطورت. على سبيل المثال مثلا انت دلوقتي لما هتتخرج من المدرسة هتخش بقى في عالم تاني وهو الجامعة. بيصل عدد الجامعات في مصر إلى 66 جامعة، منها 27 جامعة حكومية و26 جامعة خاصة، ده بالإضافة إلى 4 جامعات أهلية و3 جامعات تكنولوجية و6 مؤسسات تعليمية باتفاقيات دولية. على الطلاق احنا معايشين، سواء بقى هتخش بقى كلية زراعة، تجارة، إعلام، هندسة، طب، أي كلية هتخشها تأكد 1,000,000% إنك أنت هتدرس حاجة ملهاش علاقة باللي أنت درستها زمان. وقلت له مين طه حسين؟ هيقول لي صلي على النبي على ما يفكر في أي حاجة. طه حسين ده كان سمسار وكان ساكن في الدور اللي فوقيه. هتلاقي بس حاجات تفاصيل شوية كده بيفكرك بيها، لكن مش كلها، لأنها هتبقى حاجات من الأغلبية اللي هتلاقيها، لان انت هتخش عالم تاني خالص، دراسات تانية خالص، وحاجات تانية خالص. وانا بصراحه مش هخرج خالص. الفكرة هنا بقى انك انت مثلا خايف من انك انت تشيل مادة او انك ما تجيبش مجموع حلو او انك تسقط. وهنروح بعيد ليه؟ عندك مشاهير كتير زي عادل امام واحمد حلمي واكرم حسني وممثلين وفنانين كتير ونجوم كتير كانوا بيسقطوا في الثانوية العامة، واللي كان بيشيل المواد واللي كان بيجيب مجموع قليل، وفي الاخر وصل بيهم الحال ان هم بقوا في حتة تانية خالص. بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي لان دلوقتي الزمن اتغير. ايه انت اللي محتاجه دلوقتي؟ هو التعليم يعني كويس وكل حاجة، بس برضو التطوير وانك تطور مهاراتك ده في حد ذاته حاجة جميلة جدا هتفيدك ل20 سنة قدام، ويمكن اكتر من كده بكتير. يعني بقى كورسات برمجة، كورسات محاسبة، كورسات مونتاج جرافيك، موشن جرافيك، يعني عندك بقى ايه كمية كورسات وكمية تطوير. انت لو طورت مهاراتك دي خلاص انت بقيت في حتة تانية يا معلم. ربنا نصرني. دلوقتي انت بقى عندك خبرات وعندك كم معلومات. انت لو دخلت في اي شركة او دخلت في اي حاجة سواء كانت ليها علاقة بالمجال بتاعك او مش ليها علاقة بالمجال بتاعك، بس انت عارف في المجال ده شوية حاجات بسبب الكورسات والحاجات اللي انت طورتها عندك، انت كده يا معلم خلاص تمام، انت كده بقيت في حتة احسن، تمام وكويس، وان شاء الله هتشتغل الشغلانة اللي انت بتحبها. وطول ما انت بتطور نفسك اكتر. الله اكبر عليك، ايه الحلاوة دي، ايه الحلاوة دي. بس برضه ده ما يمنعش انك انت برضه تعمل اللي عليك، وانك تركز في دراستك وحياتك عامة، وتركز في التطور اللي انت عايز تعمله والتغيير لحياتك عشان توصل للهدف اللي انت عايزه وتحقق كل اللي نفسك فيه. فما تشيلش هم الثانوية العامة وما تتضايقش وما تخافش وما تفكرش في الانتحار. انا مش هنتحر، انا هفكر بس. فكر في ان انا ابص لقدام بدل ما ابص لورا. بصيت لورا هتقع.
بص لقدام وانت هتوصل لحلمك ان شاء الله. توصل لحلمك وتحقق كل اللي نفسك فيه بعد التطور تغير لشخصيتك ولا حياتك. انت هتقابل عالم جديد وهتقابل تطورات جديده في حياتك وتغيرات كتير. فايه ما تشيلش الهم الثانويه العامه، وان شاء الله هي سنه وهتعدي، وان شاء الله تكون مستعد بعد السنه دي، تكون جاهز، تكون عملت اللي عليك، تكون حققت كل اللي انت عايزه، مستعد بقى اللي جاي. خلاص احنا خلاص بقينا في حته تانية بعد ما خلصنا بقى المدرسه. خلاص بقى هنا شباب في جامعه مطورين نفسينا، جاهزين بقى للي جاي، الشغل بقى وللحياه الحلوه اللي ان شاء الله هنقابلها بعد التطور، المهارات والتغيرات بقى اللي حصلت في حياتنا وشخصيتنا. هنوصل هنشوف مستقبل جميل جدا. بس تنسوش تشتركوا في القناه، ولو انت مش مشترك تنزل على كلمه سبسكرايب، تفعل زرار الجرس عشان يجيلك كل جديد. كلام لا ايه.